اطلاقا غير لما شفته في الفيديو اللي طلعوه. انا قلت لهم ده مش زوجي، ما عرفتوش يعني ده مش زوجي. لغايه بعديها، ما بعدها باسبوع اتقبض عليه. جيت رحت بعدها ب 15 يوم قالوا في زياره، رحت اشوفه لقيته بكامل هيئته اللي انا اعرفه، دقنه البيضه، هو زوجي. بس بعد كده بقى بقينا كل اسبوع نتزاور عادي. الحمد لله هو ثابت ومتفائل، وعندي يقين بالله سبحانه وتعالى ان ربنا هينصرنا والانقلاب ده الى زوال. بنقضي حياتنا عادي. طبعا هو سايب لنا فرح كبير جدا. هي دي تاني مرة صفوت يعتقل فيها. أول مرة كانت سنة 2000. الأولاد كانوا صغيرين، ما كانوش حاسين باللي احنا حاسين بيه، أو ما عاشوش الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي. طبعا هم متأثرين طبعا، بس هم يعني عندهم أمل ومصبرين بعض إن ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا، لأن هو ما عملش حاجة أصلا عشان يحاسب عليها أو يعتقل عليها. هو من يوم ما بقى داعية، ومن قبل كده، وهو كل هدفه في الدنيا دينه بلده اللي بيدافع عنها. لو صفوت كان عايز أي حاجة في فترة الرئاسة اللي أيد فيها محمد مرسي، كان ممكن يبقى وزير، يمكن رئيس وزراء، لكن هو ما أخدش حاجة وما تمناش أي حاجة غير إن هو يبقى هدف لبلده، إن هو يصلح بلده ويساعد على إن هو يحافظ عليها. ما خدش حاجة عشان هم يحاسبوه، لا كان وزير ولا أي منصب أخده منهم علشان هو يحاسبه على حاجة هو ما عملهاش. يقولك قتل 26 قضية، كل قضية فيها 10 تهم. ايه اهم التهم الموجهة؟ فض رابعة، قتل الجثث اللي تحت المنصة والنهضة، وفي تهمة آخر حاجة مثلا مضحكة جدا، اغتيال محمد إبراهيم وزير الداخلية، مع إن هو كان جوه المعتقل. اغتياله، حاجات كده، تجدير الصفو العام، التحريض على قتل المظاهرين. رمسيس هو اللي عاملها، المنصة هو اللي عاملها، تفجير الكنايس هو اللي عاملها. تخيلي يعني، هو يعني 26 قضية، كل قضية 10 تهم، يبقى شكلها ايه؟ حاجة مضحكة يعني.